هزم جيشين لوحده. والدرس الكبير وبس كده يا صديقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ تخيل معايا صديقي راجل يهزم جيشين لوحده، مش جيش واحد، خلي بالك. راجل يضرب بيه المثل في الخديعة والمكر والدهاء والذكاء الخارق. كان سبب في قلب معركة وهزم جيشين بعقله مش بسيفه. المؤرخين قالوا عنه كان راجل واحد في المعركة دي بس بأمة. موعدنا اليوم يا صديقي مع نعيم ابن مسعود رضي الله عنه. ايه اللي عمله نعيم رضي الله عنه؟ قلب مسار المعركة، وازاي بذكائه وحنكته الحربية ودهاءه قدر يغير التاريخ. استنوا يا صديقي ما تنساش اللايك والاشتراك وتابعنا قناتنا على الواتساب، رابط ليه في وصف الفيديو، وتقول رايك في التعليقات وتصلي على النبي. يلا بينا صديقي، يلا بينا. نعيم ابن مسعود ابن عامر الغطفاني قبل ما يسلم كان من أشراف الجاهلية ومن فرسانهم الأقوياء. قبيلته كانت مشهورة بالشجاعة وهو كان من أشجع قوم. أسلم رضي الله عنه في غزوة الخندق وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنا أسلمت وقومي ما يعرفوش فأمرني بما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له: إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، يعني أنت واحد فأعمل اللي تقدر عليه. ونعيم بن مسعود رضي الله عنه كان لها عمل موقف هيغير من مسار المعركة. نعيم رضي الله عنه في البداية راح لليهود، وهم طبعا كانوا خالوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع قريش. فنعيم راح لهم وهو كان صديقهم قبل كده أصلا، فقال لهم: دي مش بلد قريش، وهم عندهم بلد وممكن يرجعوا لها وهيسيبوكم لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: طب نعمل ايه؟ قال لهم: روحوا لقريش واطلبوا منهم رهائن عشان تضمنوا ان هم ما هيرجعوش. وبعد كده راح لقريش طبعا بسرعه جدا وقال لهم ان بنو قريظه هيهونوا العهد وهيتحدوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا صلى الله عليه وسلم من عندي انا، هو كان لسه في الوقت ده محدش يعرف ان هو اسلم. فقال لهم ان بنو قريظه يخونوكم وهيجوا يطلبوا منكم رهائن عشان اللي سلموها للمسلمين، فاوعى تدوهم رهائن. ونجحت الخطه. بنو قريظه بعتوا يطلبوا رهائن من قريش، طبعا قريش ما وافقتش وخافوا، وطبعا مع ارسال الله الريح وقذف الرعب في قلوب قريش نجحت خطة نعيم بن مسعود رضي الله عنه بامتياز، ونجح ان هو يهزم جيشين بعقله مش بسيفه. تخيل معايا صديقي راجل واحد خلص معركة. انت متخيل معايا؟ لسه ما اسلم. انت عملت ايه الاسلام يا صديقي؟ احنا عملنا ايه الاسلام يا صديقي؟ عملناش حاجة. وده لسه ما اسلم وعمل حاجة غيرت من مجرى التاريخ. وبعد الغزوة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال: الان نغزوهم ولا يغزونا. نعيم رضي الله عنه قاعد يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده كان مع أبو بكر ثم عمر واستشهد في خلافته رضي الله عنهم أجمعين. نعيم رضي الله عنه بيعلمنا درس كبير قوي، إن مهما كانت إمكانياتك ضعيفة وقليلة ومحدودة فأنت تقدر تغير كتير، بس هي محتاجة الصدق في العمل، محتاجة الإخلاص، محتاجة العزيمة، محتاجة التوكل على الله، محتاجة الإرادة، محتاجة اللي أنت تسعى وربنا هيكون معاك، تتوكل على الله وتستعين بيه وهو هيكون معاك. نعيم رضي الله عنه ما قالش أنا لسه ما أسلم جديد، لا، ده بدأ واجتهد وشغل دماغه وخطط ونفذ لوحده. كان سبب ان قريش وبنو قريظه الحلف بتاعهم يتفكك، وكان من الاسباب اللي ساعدت في انتصار المسلمين. فاوعى تستقل بقدراتك يا صديقي مهما كانت قليله، تقدر تصنع المعجزات طول ما انت مستعين بخالق الارض والسماوات. وفي النهايه يا صديقي عرفنا مع بعض النهارده قصه صحابي جليل نعيم بن مسعود رضي الله عنه، اللي كتير مننا ما يعرفوش ويعرفوا ابطال وهميين. فعليك يا صديقي بتعلم هذه القصص، لأن هذه هي القدوات الحقيقية. فرحم الله نعيم بن مسعود وأسكننا معه ومع النبي صلى الله عليه وسلم فسيح جناته. وأذكر يا صديق تنسوا لنا في التعليقات وتابعنا قناتنا على الواتساب، رابط ليه في وصف الفيديو. أسأل الله ينعمكم الهموم وشرح لنا ولكم الصدور وصدقاتنا وقاتكم، فإنه هو الحي القيوم. وهل من في يحبكم فإنه علام الغيوب. إن كان من توفيق فمن الله، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.